السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله معانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لما يطلبوا بقى منك حاجة حلوة وعايزة حاجة حلوة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو وكمان تدفنا في الشتاء، يبقى مفيش غير ام علي. طريقتها سهلة وبسيطة. جبت العلبة من ماي واي. طبعا انت ممكن تجيبيها من اي شركة انت عايزاها، بس فعلا بتكون حلوة جدا وطريقتها بسيطة. انا جبتها بالكريمة او بالقشطة، وهي بيبقى فيه منها بالمكسرات، وكمان سعرها مناسب وعلى قد الايد. اول حاجه كده ان انا فضيت كيس القشطه ده في بوله، وطبعا هو بياخد ربع كوبايه من اللبن او تلت كوبايه من اللبن كمان. وبعدين طبعا هو بقى مش محتاج ان انت تضربيه بالمضرب الكهربائي او كده، عشان هم اصلا شويه صغيرين. يعني انا حتى المضرب السلك ده ما دخلش في البوله، فعن طريق المعلقه قلبتها وكانت بتتقل معايا وكانت حلوه جدا. قعدت كده يعني يجي 10 دقايق كده على السريع زي المضرب كده، وقعدت اضرب فيها لحد ما تقلت معايا. وممكن انت كمان تضربيها اكتر وتتقل معاكي اكتر. في الوقت ده طبعا كنت بغلي اللبن. لازم يكون اللبن سخن جدا يا بنات، مغلي. المعالي دي اللي هي كمية الكيس بتاع المعالي ده، بياخد الكيس بيعمل 4 طواجن اللي هم الصغننين. انا طبعا عايرت الكل من كل طاجن كوباية، يعني عايرت الطاجن باللبن قبل ما اغليه. علشان يكون نسبة اللبن كويسة، عشان طبعا هنسكر اللبن مع بعض وندخلها في الفرن. انا حطيت في حدود كنت حاطة لكل طاجن معلقة سكر. حسيت ان هي عايزة تبقى مسكرة شوية، فحطيت 5 معالق سكر. لو انت بتحبي السكر ازيد حطي طبعا اللي يريحك، بس انا حطيت 4 معالق في الاول كبار، على اساس ان كل طاجن هيبقى معلقة سكر، او كل يعني كوباية، ما هو الطاجن معيار الكوباية معلقة سكر. بس حسيت ان هي دلعة، هي كطعم اللبن كان مسكر، بس طبعا لسه هنحطه على الرقاق بتاع ام علي فما يشرب من السكر فهيبقى دلع. فانا حطيت معلقه سكر كمان كبيره. دوبنا السكر، وزي ما انا قلت لكم لازم اللبن بتاعك يبقى مغلي، علشان هو ده اللي هيسوي ام علي. بدأت كده ان انا انزل باللبن بتاعي لحد ما غطيتها خالص، وهي طبعا بتتشرب كل كمية اللبن دي وهنشوفها دلوقتي. بعد كده نزلت بقى على كل طاجن بالمعلقتين كده قشطة لحد ما القشطة كلها خلصت على كل الطواجن. هو بطريقة العمل مكتوبة على العلبة، طريقتها سهلة وبسيطة وما فيهاش اي صعوبة يعني. ومن الحاجات الحلوة اللي في الشتوية اللي بتتاكل في الشتاء ان هي بتدفي، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت. يعني لو انت مثلا عايزين ياكلوا حاجة حلوة ومستعجلة، مش هتاخد معاكي ربع ساعة. في الوقت ده طبعا هو بيقولك حطي على كل طاجن معلقة زبدة او معلقة سمنة بلدي. فانا طبعا كنت غالية كمية لبن، وما شاء الله مطلعة وش حلو قوي. فضفت بقى ايه، حتة من القشطة كده بتاعة اللبن. يعني مادام عندنا قشطة بقى هنحط سمنة بلدي ليه ولا هنحط زبدة؟ لا، القشطة هتقوم بالواجب. فعلا اللبن ما شاء الله كان حلو جدا، وكان مطلع كمية قشطة حلوة. فقلنا لا، نحط بقى حتة قشطة كده على طاجن ام علي. دخلتها الفرن اهي، هي طبعا اتشربت وخدت وش، بس لسه هتستوي كمان، هي لسه بتغلي. هي خدت في الظبط في الفرن في حدود ربع ساعة، ما خدتش اكتر من كده. هنشوف شكلها دلوقتي بعد ما نطلعها. زي ما انا قلت لكم، من الحاجات الحلوة السهلة السريعة، وكمان على قد الايد. كلنا عارفين لو احنا اشترينا طاجن ام علي ده من بره هنشتريه بكام. التكلفة كلها لو حسبتيها مش هتكلفك كتير، وحاجة حلوة وعلى قد الايد. وزي ما انا قلت لك، فرحي ولادك وفرحي بيتك على قد امكانياتك، وهنعمل كل حاجة حلوة ان شاء الله على قد الايد رغم الظروف اللي احنا فيها. بس هنفرح ولادنا باقل الامكانيات واقل التكاليف. اتمنى بس ان انتوا تدعموني. انا اليومين دول بقيت بنزل كل يوم فيديو، بس طبعا الدعم قليل، فاتمنى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناة، واتمنى الفيديو يعجبكم. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.